السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى مشاهدين ومتابعيني في الدنيا؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. لسه مكملين في تفريزات رمضان. هنعمل بقى أحلى حاجات في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. هنطلع بقى الجبنة القريش، ونطلع الزبدة الفلاحي، ونطلع السمنة البلدي، ونطلع الشرش. ده اللي هنعمل بأحلى معجنات. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا محتاجة دلوقتي طلعت 2 طاجن اهوت. طبعا مسخناهم في الفرن جامد ومدفيه الفرن. هنزل بقى بالاكياس كده، بس لازم اجيب ايه لحليب اكون موثوق منه، يعني هاتيه من عند الفلاحين وكده. زي ما انتم شايفين فضيت الطواجن اهوت 4 كيلو من الحليب، وهغطيهم، بمعنى اصح كده هكمرهم خالص. شايفين؟ برضه هغطي الطاجن التاني، وهجيب برضه صواني هحط عليه، مش عايزاه ايه تتنفس بمعنى اصح. طبعا انا مشغله الفرن طبعا دافي جامد جدا، مش سخنه قوي يعني، يا دوبك يعني بعمل حرة في كده حاجات بسيطة كده. تمام. بعد ما احطه في الفرن طبعا قعد معايا يوم ونص. شايفين بقى الخير بتاعنا جميل جدا. شايفين بقى القشطة ديت اللي هنطلع منها الزبدة والسمنة البلدي. اطلعها كده في بولة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ ده طاجن واحد. شايفين بقى التاني بقى القشطة لما في جميلة جدا اهو. طبعا ده لبن جاموسي في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اهوت. تعالوا بقى انا اجيب صفايه، وهجيب طبعا شاشه كده خفيفه، واطلع بقى الجبنه ديت اصفيها كده يوم كامل كده في الصفايه اهو. شايفين ما شاء الله. هم. تاني طبعا اهو. هجيب بس صفايه تاني كده عشان ما شاء الله. بعد كده كل ده هينزل طبعا، واحط ده برضه في قلب ده، نخليه شاشه واحده. طبعا ارشرش عليها ملح كده من فوق، انها عايزاه طبعا مظبوطه. وهقلبها، واجيب حاجه كده تقيله كده. هجيب الطواجن اللي انا كنت حاطه فيها الحليب، هتقلها بقى كده عشان ما تنزل اي عصاره فيها. شايفين اهو؟ تمام اوي كده. واسيبها بقى مع نفسها كده لحد ما تتصفى خالص. طبعا حطيت القشطه كده في التلاجة قد ساعتين. تعالوا بقى نعمل احلى زبده فلاحي ما شاء الله في منتهى الجمال، وهوريكم برضو التكات فيها. شايفين؟ انا هبص انا هديها ايه 10 دقايق كده ضرب كده اهوت، وهوريكم كل ايه تكه فيها. شايفين بقى بيفصل ازاي؟ دي المرحله الاولى. تمام. والمرحله التانية تديكي زي كريم جانتيه، والمرحله التالتة بقى تفصل الحليب لوحده والزبده لوحديها زي كده. دي اخر بقى مرحله. تمام كده اهوت. هجيب برضو مصفى وتحتيها بول اصفي بقى الحليب ده كله، عشان هنعمل بقى بيه احلى معجنات. شايفين؟ تمام كده اهو. يلا بقى نطلع بقى الخير بتاعنا كده اهوت. انا هعمله كور زي ما انتوا شايفين اهوت. ما شاء الله عليهم، اللهم بارك. كل ده انا مطلعاه من 4 كيلو من الحليب، بس اهم شيء يكون مكان موثوق منه. شايفين؟ ده شكله حبايب قلبي اهوت ما شاء الله عليه. تعالوا بقى ايه نحط 3 كرات كده اهوت، ونشوف السمنه بتاعتنا الحلوه دي هتطلع ازاي. طبعا هي على البوتاجاز شغاله، هي موطيه عليها. تعالوا بقى نطلع الجبنه الاول، ونحطها طبعا في الحصيره بتاعتنا الجميله كده اللي على قدينا يعني. شايفين؟ هحط برضو بيها حبة ملح تاني، عشان طبعا الملح اغلبيته نزل ايه نزل في المية اهو. ما شاء الله عليه. انا حطيتهم كلهم ايه في صفاية واحدة. هعمل بقى الشكل بقى اللي انتوا عايزينه، والمقاس اللي انتوا عايزينه. انا هعملها وسط. شايفين؟ ما شاء الله عليه. والله تحفة وجميلة، والطعم بقى خيال. حاجة طبعا موثوق منها، وخيرها طبعا زي ما انتوا شايفين الخير اللي طالع منها اهو. تمام او كده. هسيبها بقى كده اهو، فاجيب بقى بولة، واسيبها برضو لو في اي مية تطلع منها برضو. تمام. هجيب بقى كيس تلاجة كده عشان انا ما عنديش الا حصيرة واحدة. احط طبعا، انا مش هنقف على حاجة يعني، اللي عندك وظفيه. وطبعا بعد ما تطلع هنشوكها كده بشوكة كده بسيط، عشان تبقى زي الحصيرة بالظبط. تمام او كده. تعالوا بقى نشوف السمنة بتاعتنا الجميلة. شايفين؟ جميلة جدا. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم عليها. 10 دقايق واقفل عليها. تمام كده اهوت.
انا اهو هطفي عليها بس تحت على شويه ملح. شايفين عامله زي الدهب ازاي جميله، وريحتها بقى تحفه، حاجه طبعا مضمونه وانت عاملاها بايدك. بعد ما خلصنا السمنه هي صفيناها، وطبعا دي المرته اللي طلعت منها، وطبعا ده الحليب والشرش طبعا مع بعض هنعمل منه احلى معجنات. تعالوا بقى نصفي السمنه بتاعتنا الحلوه ديت. بسم الله، اللهم بارك. شايفين جميله ازاي، تحفه. تعالوا بقى نقطع الجبنه بتاعتنا الجميله ديت اهو كده. بقى نزلت العصاره اللي فيها خالص اهو، الله عليها. شايفين جميله ازاي؟ طبعا دي جميله اوي في سحور رمضان، والطعم بقى خيال. انتوا هتمشوا بالخطوات وانتوا هتحكموا بنفسكم على كل اللي انا عاملاه دوت. والتانية عاملاه في كيس التلاجة وانا بحطها بس كده ايه شوكة كده عشان تبقى تعمل زي الحصيرة كده، حاجات شكل بس يعني، بس هو الطعم واحد يعني تحفة. شايفين الشرش ده طبعا احنا هنحفظه في التلاجة في الفريزر، ولما نطلعه ندفيه ونعمل بيه احلى معجنات. ده شكل النهائي معاكم يا حبايب قلبي. شايفين الحاجة بتتكلم عن نفسها، والسمنة البلدي الله عليها، والزبدة الفلاحي تحفة، وده الشرش اللي هنعمل بيه المعجنات، ودي المرت طبعا نحطها جنب اي فطار. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا قولوا لي ايه رايكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.